في الفيديو ده هكلمكم عن الحفاضات المخصصة لنزول المية. أنا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكم من واقع تجربتي الشخصية كأم في عرفتي تربي. من وجهة نظري الحفاضات المخصصة لنزول البيبي المية مهمة، لأنه بصراحة البيبي لو نزل المية بالحفاضات العادية هيكون شكله كده. مشكلة ده إيه؟ أولاً ده بيضايق الأطفال جداً، ثانياً أكيد مش هنرضى لهم المنظر ده. في أمهات عملوا تجربة، وهي إن هم فضوا الحفاضة من المادة اللي بتمتص البلل ونزلوا بيها الأطفال المية عادي، وبيقولوا إنها نفعت، بس أنا ما جربتهاش. أنا شخصياً بشتري السبلاشرز، عارف هتقولي إنه غالي جداً، بس هقولك تعملي إيه عشان خاطر تعرفي تجيبيها بسعر أفضل. هو بيغلى جداً في الصيف عشان السحب بيكون عليه عالي، وساعات ما بيكونش متوفر أصلاً. علشان كده انا عامله لك الفيديو ده في الشتاء عشان نلحق نجيبه من دلوقتي. فنصيحه مني، هاتي باكت وخليه في الدولاب من دلوقتي، هيكون اضمن واوفر بدل ما تلفي عليها في الصيف وتجيبيها باغلى من ثمنها. شاركيني في الكومنتس وقولي لي هل هي مهمه ولا لا.